اهلا بيكم حبايبي، يلا بينا نعمل مع بعض جاتو بيتي وباقل تكلفة. زي ما احنا شايفين مع بعض هيكون معايا نص كيلو دقيق سبونج، بنشتريه من عند مستلزمات الحلويات، بيكون فيه المحسن وكل حاجة. هنحط عليه نص كيلو الدقيق السبونج، بنحط عليه 6 بيضات كبيرة من الاحمر او الابيض، مش البيض الصغير، ونحط عليهم الفانيليا. وبعد كده بنضرب في الخليط مدة لا تقل عن 10 دقايق زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد كده هنضيف نص كوباية مية بالتدريج لحد ما يرتفع القوام معانا. كل شوية بنحط، يعني مش بنحط نص كوباية المية كلها مرة واحدة، لا بنحط بالتدريج لغاية ما يرتفع القوام معانا زي ما احنا شايفين مع بعض. تمام كده. هنبدأ نحضر صينية وندهنها بالسمن ونبطنها بالدقيق ونصب الخليط زي ما احنا شايفين مع بعض. شايفين قوام الخليط؟ بعد كده بنبدأ نظبط الصينية ونساوي الخليط فيها بنفس الشكل، وبعدين هنبدأ نخبط الصينية عشان نخرج الهواء منها. بعد كده بندخلها في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180، هتاخد حوالي تلت ساعة. بعد كده نسيبها لما تبرد وهنبدأ نجهز الكريم شانتيه. انا جبت حوالي كوباية كريم شانتيه، اخدت كوباية لبن بارد جدا، ونبدأ نضرب في الكريم شانتيه بنفس الصورة. نضرب فيه مدة لحد ما يكون قوامه زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وبعد ما بردت الكيكة الاسفنجية انا قسمتها لجزئين، وقسمت الجزء ل3 قطع زي ما احنا شايفين مع بعض. وبدأت احط الكريم شانتيه، طبعا هي باردة والكريم شانتيه بارد. بدأت احط الكريم شانتيه على الجزء الاول زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وبعدين حطيت مربى. بعد كده جبت الجزء الثاني زي ما انتم شايفين معايا وبحطه على الجزء الاول. ببدأ كمان احط الكريم شانتيه واحط المربى. بعد كده حطيت الجزء الاخير ونحط كريم شانتيه، وبنبدأ نغلفها كلها بنفس الشكل، ونبدأ نزينها زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا ممكن تزينوا زي ما انتوا حابين بأي شكل. بعد كده شايفين شكلها، شايفين جمالها، وعملنا جاتوه في البيت بأقل تكلفة. وألف هنا على كل اللي جربها، وما تنسوش اللايك والاشتراك.